عليهم التبس عليهم الحق بالباطل ولم يروا الأمر على حقيقته، ولعل الله ينير بصائرهم. وكثير منهم ممن يسميهم الناس علماء السلطة وعملاء الشرطة، فهم لا يعملون للدين وإنما يعملون للدنيا. اثبتوا أيها الشباب، إنكم تقومون بفرض كفاية عن أمة مصر وعن شعب مصر. شعب مصر لابد أن يكون فيه من يتحرك لإحقاق الحق وإبطال الباطل. أنتم الذين قمتم بهذا الأمر نيابة عن شعب مصر، وانضم الشعب إليكم. أنا أرى أن الشعب المصري هو مع هؤلاء 8 مليون دول يمثلون 80 مليونا، لأن وراءهم أناسا. الذي خرج وترك أباه في البيت وأمه وأولاده الصغار، كم مع كل واحد من هؤلاء وناس كثيرين هم معهم بقلوبهم، ولكن لا يستطيعون، ما عندهم هذه القدرة. كما قال شوقي في رواية مجنون ليلى: أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه. إذا الفتنة اضطربت في البلاد ورمت النجاة فكن إمعة. هناك أناس من هذه الإمعات لا يحبون النظام ولا يؤيدونه، ولكن يخاف على نفسه، يخاف من خياله. فهؤلاء هم ضد هذه المظالم. أوصي الشباب أن يثبت، وأوصي بقية الشعب أن يؤيد هؤلاء الشباب. أنا ناديت في بيان لي أبناء مصر: كل قادر على الخروج يجب أن يخرج لتقوية الشباب الفضلاء الأطهار، يخرج لمقاومة الظلم، لنصرة العبد. كل قادر ليس له عذر يجب أن ينضم إلى هؤلاء الشباب. إنه ينصر الحق ويخذل الباطل. الإسلام يفرض مجاهدة الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهؤلاء الشباب يغيرون باللسان، بيهتفوا، لا يمدون أيديهم إلى أحد بأذى أو بسوء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لمسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره أو يقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الجهاد باليد لمن قدر عليه. اللي يقدر على الجهاد باليد الآن القوات المسلحة المصرية. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وهذا ما يفعله الشباب، يهتف بلسانه فقط، يطالب بحقوقه. فهذا ثم أدنى شيء الذي يغير ويجاهد بقلبه. معنى الجهاد بالقلب إيه؟ يعني يكره الظلم ويكره أهله ويتمنى زوالهم ويدعو الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. مش معناها يعني سلبي خالص، لا، وإلا ما سماه تغيير بالقلب وجهادا بالقلب. الجهاد إن يكون عنده شحنة نفسية انفعالية ضد الظلم والباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الجهاد كلمة حق
عند سلطان جائر. أفضل الجهاد. لماذا؟ لأنك إذا جاهدت الفساد في الداخل فإنك تغلق الباب على الاستعمار أو الاحتلال أو الغزو من الخارج. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. لابد من تضحيات، ولكن هذا شوف منزلته بجوار حمزة ابن عبد المطلب. ناديت أبناء مصر أن يخرجوا ليقووا هؤلاء، فإنهم إذا كثر عددهم كان الضغط على النظام الحاكم أكثر، فسلم. إنه نظام يركب رأسه، نظام عنيد عتيد، فكلما كان الضغط عليه أكثر سلم بخسائر أقل، وإلا فلا يعلم إلا الله مدى الخسائر والأرواح التي سيضحي بها الشعب المصري. ولا يبالي حكامه بما يضيع وما يقتل من الناس وما يسفك من دماء وما يزهق من أرواح. أنا وليخرب العالم، أنا وبعضي بعد الطوفان. أنادي هؤلاء الشباب أن يثبتوا، وأنادي شعب مصر أن يقف بجوارهم، وأنادي هؤلاء الشباب أن يحذروا ممن يندس في صفوفهم. هناك أناس يندسون داخل هؤلاء الشباب ليرتكبوا أشياء لتنسب إلى هؤلاء الشباب، والشباب واعون، ولكن أريد أن يزدادوا يقظة وحذرا، يزدادوا يقظة وحذرا، فلا يسمحون لأحد أن يهتف هتافات لا يريدونها هم، هتافات يعني غير مقبولة. هؤلاء الشباب شباب مهذبون، شباب تربوا تربية إيمانية في معظمهم، وإن كان يعني أكثرهم عاديون، لكن الشباب العادي في مصر مؤمنون علمهم دينهم، فينبغي أن لا يسمحوا بأي هتاف خارج عن ما يريده، إن يرتكبوا أشياء، يبدأوا بأشياء، واحد يرمي يعني حاجة طوبة مش عارف إيه، لا. فأنا أنصح هؤلاء الشباب أن يكونوا على غاية من الحذر من اندساس هؤلاء الذين هم أجراء الحكومة وأجراء رجال الأمن، أو هم من رجال الأمن أنفسهم، يلبسون لباسا مدنيا. فهذه كلماتي إلى هذا الشباب، وأدعو الله لهم أن ينصرهم وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، ويعيد سهامهم المسمومة إلى صدورهم، وأنا واثق بأن الله ناصرهم ليثبتوا، لأن من سنن الله عز وجل إنه ينصر الحق، ولكن بعد تضحيات وبعد أن يبتلي الناس. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وكلمة أوجهها لرجال الشرطة، لرجال الأمن الذين ارتكبوا ما ارتكبوا، أقول إنهم مهما فعلوا هم مصريون، وهم مسلمون أو حتى مسيحيون، يعني أصحاب دين. لا ينبغي أن يستجيبوا لأمر آمر يأمرهم بقتل الناس. لا يجوز
أن يقتلوا إخوانهم المصريين مثلهم. بعضهم يقول أنا عبد مأمور. لا، عبد مأمور لله، الله هو الذي يأمرك وأنت تطيعه. أما إنسان مثلك يأمرك بأن تقتل شخصا بريئا، أن تعرف أنه بريء، لم يقتل إنسانا ولم يرتكب جريمة، تقتله، تودي إليه الرصاص الحي إلى صدره لأن واحد ضابط قال لك اقتل؟ لا، قل له لا، أنا لا أقتل. إنما قتل المؤمنين جريمة لا تقبل السماح. لا يزال المرء في فسحة من دينه حتى يسفك دما حراما، تضيق عليه الدنيا بما رحبت. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. بل حتى غير المسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، إذا قتله بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا 500 عام. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إن الإسلام لا يسمح بقتل هرة بغير حق. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار فتحت لها أبواب جهنم من أجل هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هرة، فما بالك بالإنسان المكرم الذي استخلفه الله في الأرض. أقول لهؤلاء الشرطة: لن ينفعكم ضباطكم ولن ينفعكم حكامكم يوم القيامة، يوم تجدون جهنم مفتوحة لكم. لا يجوز لإنسان أن يقتل إنسانا بأمر إنسان إلا إذا حكم القضاء بقتله. لا يملك ضابطا أن يقول اضرب النار في، لا، اضرب النار في إيه؟ ما ليس هو إلها يصدر أمره للخلق فيأتمروا به. فأنا أحذر هؤلاء الشرطة، أحذرهم من أن يقتلوا إخوانهم أو يؤذوا إخوانهم، وأحذر البلطجية والمستأجرين الذين استخدمهم هذا النظام ليفعلوا ما فعلوا في ميدان التحرير من أجل جنيهات، بعضهم 50 جنيه ياخدها، وبعضها 100 جنيه، وبعضهم 200 جنيه، وبعضهم 500 جنيه، على حسب ما يؤدي. صاحب الجمل والخيل والبتاع يدوله 500 جنيه، والتاني ياخد له 200، وواحد ياخد له 100، وواحد ياخد له 50، ويذهب ليقتل البراء. الشباب قبضوا على بعض هؤلاء الناس، ولما سألوا بعضهم: لماذا تقتلنا يا أخي؟ نحن خرجنا من أجلك، خرجنا من أجل إنصاف المظلومين، ليس لنا يعني أي شيء في هذا الأمر إلا أننا ندافع عن شعبنا ونطالب بحق. لماذا تقتلنا؟ لماذا تضربنا بالمولوتوف؟ لماذا تضربنا تقنصنا قناصة من فوق سطوح الفنادق والعمارات؟ يسلطون هذه على هؤلاء الشباب ليقتلون. لماذا بكوا هؤلاء الشباب وقالوا: والله إحنا ما كنا نعرفه. هم قالوا لنا إن هؤلاء مجرمون يريدون تخريب البلد، وصدقناهم ففعلنا ما فعلنا. أنا أنادي هؤلاء الشباب المغرر بهم المخدوعين أن ينتبهوا ويعلموا أنهم إنما يقتلون أهلهم وإخوانهم. يا شباب، يا شرطة، يا مستأجرون، حرام عليكم أن تقتلوا أبناء بلدكم.